عليكم. استاذة ريحانة واش راكي؟ لاباس. لاباس. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. الله يسلمك. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. جينا والله الحمد لله. باسم المجلس الشعبي الوطني. مرحبا بكم. سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجينا كذلك ننقلوا تضامن كل نواب المجلس الشعبي الوطني معك انت كأستاذة، ومن خلالك مع كل العمال قطاع التربية، وندعو لك بالشفاء العاجل ان شاء الله. وهذه الاعمال اللي نعتبروها اعمال متفرقه، واعمال ما نقبلوهاش في من ابنائنا التلاميذ، ولكن رغم كل شيء تبقى اعمال منعزله. شكرا لكم، شكرا للدوله الجزائريه التي وقفت معي، من فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى الوزارات التي اختلط الحابل بالنابل فيها من أجل إنقاذ حياتي، والحمد لله. أشكر على رأسها وزارة الدفاع أول من وصل إلى المتوسطة، وزارة الصحة ملائكة الرحمة، وعلى رأس مدير المشفى الجامعي لولاية باتنا كل الطاقم الطبي. الحمد لله احنا يعني في هذه الفترة اللي كاينة إرادة سياسية كبيرة يقودها سيد رئيس الجمهورية، أنه يصر على إرجاع قيمة المربي وقيمة الأستاذ، وإن شاء الله آمين يا رب العالمين. نشكر كل القائمين على قطاع الصحة بالدرجة الأولى هنا، وكل الجهات الأخرى، وكل الأمن وزارة اللي عاونوك. له تحية لأنه قام بزيارتي شخصيا مع الوفد المرافق، سيادة والي ولاية باتنا الذي وقف، رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات. حقيقة يعني أعتذر جدا إذا نسيت أحدا، فأنا في ظرف لا يسمح لي أن أتذكر 45 مليون جزائري وقفوا معي. وأحب أن أقول لهم تلاميذي أنا بخير، وأريد أن أطمنكم وأشكركم على باقات الورود التي وصلتني. كانت أول زيارة من تلميذ وأول وردة من تلميذة. أنا نشكركم بصفة عامة كامل، باختصار رئاسة، حكومة، وزارات، جيش، شعب. ربي يحفظكم وتحيا الجزائر. سيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، من خلاله كل نواب البرلمان بكل كتلهم وبكل انتماءاتهم يتضامنوا معك، ويتضامنوا مع كل أساتذة وكل عمال قطاع التربية، وان شاء الله تكون اخر الاحداث يعني اللي ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله نشوفك بخير ان شاء الله. بارك الله فيك. ربي يشفيك. اذن تندرج زيارتنا اليوم الى ولايه باتنا من اجل الاطمئنان على الحاله الوضعيه الصحيه للاستاذه ريحانه، وهذا بعد تكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي، اللي اصر انه نمشيو لباتنا من اجل نقل رساله من عنده، من خلاله، من عند كل نواب المجلس الشعبي الوطني، رساله اطمئنان ورساله تضامن ورساله تمني بالشفاء العاجل للاستاذه ريحانه. ونشكر ننقل شكرنا وشكر المجلس الشعبي الوطني والسيد رئيس المجلس الى كافه عمال قطاع الصحه والى كل الهيئات